كل أسرار الحلواني لعمل حلاوة المولد، الحلاوة الهشة المقرمشة ومش محجرة خالص. يعني وفري فلوسك وخليكي شاطرة كده واعمليها في بيتك في 10 دقايق بس. أسعارها بقت غالية قوي قوي. النهاردة هديكي طريقتين أسهل من بعض، والله العظيم مقادير مضمونة ومتجربة وعمرها ما هتخذلك أبدا. سمي الله وصلي على رسول الله، شجعيني بأجمل لايك. البداية كده معايا الصينية الكبيرة اللي هفرد فيها الحلاوة، بدهنها دهنة حلوة من الزيت، ومعايا نص كيلو من الفول السوداني عشان نعمل الفولية. هديله تحميصه بسيطه على نار البوتاجاز، الرطوبه تطلع وفي نفس الوقت الفول السوداني يبقى طعمه احلى. حل على النار، نزلت بكوبايه من السكر 250 جرام، وعليها هحط تلت كوبايه من الميه 85 مللي، كمان معايا نص كوبايه من عسل الجلوكوز 125 مللي. عسل الجلوكوز بس انا فكاه شويه في الميكروويف عشان يبقى سائل معايا كده. هبتدي دلوقتي اسيب الخليط ده على النار لغايه اما يغلي لوحده، مش هقرب منه خالص ولا هقلبه بمعلقه، ممنوع التقليب بالمعلقه عشان الحلاوه ما تسكرش معاكي. وطبعا انا معايا نص كيلو من السوداني، عايزه اقول لك كل نص كيلو من السوداني ربع كيلو من السكر، ده مقدار ثابت مع عسل الجلوكوز والميه. اول ما الخليط غلي معايا واتاكدت ان السكر داب، حطيت ربع معلقه صغيره من الكربوناتو. وهنا بقى في المرحله دي عادي ان انا اقلب طبعا الشربات لان السكر بتاعي داب، فينفع اقلب. دلوقتي بقى بعمل ايه؟ بعمل اختبار الكوره. شايفين اخدت كده شويه من العسل حطيته في ميه، لقيت الكوره بتاعتي لسه لينه، وكده معناه ان الشربات لسه ما استواش ومحتاج وقت تاني عشان يستوي. بعد 5 دقايق هعمل الاختبار تاني واشوف كده الكوره بتاعت السكر نشفت ولا لا. اول ما الاقيها نشفت كده وبتتقطم معايا يبقى كده تمام. تنزلي بالعلف بتاعك، اي نوع بقى مكسرات، اي نوع سوداني، حمص اللي عندك. هبتدي انزل على طول زي ما قلت لك بنص كيلو السوداني. وهنا مهم جدا ان انا اقول لك السوداني لازم يبقى دافي، المكسرات اللي هتضيفيها على العسل لازم تبقى دافيه عشان لو حطيتيها بارده هتقفش منك. زي ما انتم شايفين على طول ببتدي اقلب كده وفي السريع بسرعه الصينيه اللي مدهونه زيت، ننزل على طول بالسوداني وافردي يا ست الكل. الموضوع ده عايز ايدك تبقى خفيفه وتنجزي بسرعه قبل ما العسل بتاعك يقفش. ما تخافيش، هو مازال طري طبعا والسكر لسه طري وسخن، فعلى طول لازم تتفرد سخن. معايا ايه بقى؟ هرسه البطاطس، هي اللي بتنقذني دايما في فرد حلاوه المولد. بدهنها بس كده زيت من تحت وببتدي على طول بسرعه افرد واخلي الحلاوه متساويه. من الجناب بقى سويها وابتدي اضغطي كويس، هتتفرد معاكي سهل جدا. اهم حاجه بس وانتي بتفردي خلي بالك على ايدك لان لسعه السكر بتبقى وحشه قوي. بصي على طول بتقفش وعلى طول بتمسك، والهراسه زي ما قلت لك بتساعدني. هجيب بقى قطعه البيتزا وابتدي اقطع بيها بسكينه بقى بمقشط حلواني باللي عندك. ابتدي قطعي الحجم اللي انت عايزاه في المرحله دي بسرعه طبعا لان السوداني بينشف معايا بسرعه. عايزه اقول لك انا من الناس اللي ما بعرفش اعمل حلاوه المولد بدون عسل جلوكوز او عسل نحل. هعمل معاكم برضو السمسميه باستخدام عسل النحل، والصراحه الطريقتين اجمل من بعض. هقول لك في نهايه الفيديو رايي في كل طريقه. وهنا معايا نص كيلو من السمسم، بديله بقى تحميصه بسيطه، بعمل معاه زي السوداني بالظبط، حمصيه مكسرات اي حاجه، تحميصه بسيطه تبرز النكهه وتطلع الرطوبه. كمان لازم عندك العلف يبقى سخن قبل ما تضيفيه على السكر. دلوقتي بقى هعمله باستخدام عسل النحل مش بعسل الجلوكوز. حطيت برده ربع كيلو سكر 250 جرام، عليه تلت كوبايه من الميه 85 مللي، وعليه نفس كميه عسل الجلوكوز بس عسل نحل هيبقى 125 مللي من عسل النحل. الموضوع سهل وبسيط جدا ما فيهوش اي صعوبه. الخليط بتاعي على النار، ما ينفعش اقرب منه، ما ينفعش اقلبه في المرحله الاولى خالص غير اما يغلي واتاكد ان السكر داب عشان طبعا الخليط ما يسكرش منك. دلوقتي بقى اول ما اتاكدت كده انه دخل على طول في السوى، هنزل بربع معلقه صغيره من الكربوناتو. بصي لون هنا عسل النحل مختلف عن عسل الجلوكوز. عسل النحل بيديني لون اغمق شويه من الشربات اللي بيبقى فيه عسل جلوكوز. يلا بقى كده تقليبه سريعه وهنعمل اختبار الكوره. ما ينفعش تنزلي عندك بالعلف غير اما تتاكدي ان الشربات استوى وعمل معاكي كوره صلبه. اول اختبار، شايفين الكوره بتاعتي لسه لينه، الشربات بتاعي محتاج يستوي. بصي خطوات بسيطه جدا بس هتفرق لك في نجاح الحلاوه. هبتدي اصبر شويه تاني لغايه اما اوصل للكوره الصلبه. سيك بارده اديها فرصه الاول تغلي مع السكر قبل ما تنزلي بالسمسم عشان ما تسكرليش الحلاوه، ممكن تسكر لو الفانيليا بارده. دلوقتي بقى نزلت بالسمسم الدافي وتقليبه بسرعه، ويلا جري على الصينيه اللي مدهونه زيت نحط خليط السمسم. بصي السمسم بيقفش على طول وصغير كده، وحاولي على طول كحاتي بسرعه ونزلي، استخدمي معلقه خشب وعلى طول هنفردها زي ما عملنا مع السوداني. اعملي بقى كل ده مع مكسرات، مع حمصيه، اي نوع حلاوه بتفضليه، وهي نفس المقادير هتمشي على الكل. يعني لكل نص كيلو من العلف ربع كيلو من السكر، تلت كوبايه من الميه، نص كوبايه من عسل الجلوكوز او عسل النحل. بصي الحلاوه بدون عسل جلوكوز وعسل نحل للامانه بتبقى محجره خالص وناشفه، لكن عسل الجلوكوز عسل النحل الكربوناتو بتديها كده طراوه وقرشه وبتبقى خفيفه. ده طبعا بناء عن تجارب كتير لعمل حلاوه المولد اتوصلت اخيرا للمقادير المظبوطه دي، ودي كانت افضل نتائج وافضل مقادير قلتها لك.
يلا بقى على طول بقطعه البيتزا لازم ادهنها كده شويه حلوين من الزيت. السمسم خاصه مع اضافه عسل النحل بيبقى طري شويه، يعني عسل النحل بيخلي الحلاوه مش هقول لك طريه خالص، لا هو بيديها نعومه كده بسيطه عن عسل الكلوكوز. عسل الكلوكوز تاخدي حلاوه زي الجاهزه بالظبط، كانك كده شاريها من بره. شايفه ما شاء الله السمسميه عامله ازاي؟ قطعت السمسميه لصوابع طويله شويه، الحقي تقطعيها وهي طريه. يلا بقى نجيب كده الفوليه بتاعتنا جنب السمسميه وبالف هنا وشفا. شوفي بقى ناقصك ايه يا ست الكل واعمليه. مقادير بسيطه، مقادير مظبوطه، هكتبها لك في صندوق الوصف، هتبقى زي الجاهزه بالظبط. شايفين يا جماعه ما شاء الله السودانيه عامله معايا ازاي؟ طراوه خفيفه، العسل مش كتير، نسبه السكر مظبوطه، كمان ما شاء الله عليها بتقرش ومش تقيله ومحجره. وزي ما قلت لك انا بفضل دايما عمل حلاوه المولد باستخدام عسل الكلوكوز، بيديني نفس نتيجه الجاهز بالظبط. وعسل الكلوكوز مش غالي خالص، يعني العلبه هتجيبيها دلوقتي سعرها وصل 18 ل 20 جنيه، هتقعد معاكي تعملي بيها كميه كبيره من الحلاوه. كمان عسل الكلوكوز خليه عندك كده على طول في البيت، لانه بيمنع تسخير الشربات. بتعملي صينيه كنافه، صينيه بسبوسه، هيديكي شربات ممتاز. يعني عسل الكلوكوز مش هيخسر معاكي خالص. في نهايه الفيديو حابه اقول لكم حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين وبخير، دايما في صحه وعافيه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات، كمان متابعه للصفحه على الفيسبوك باسم وصفات ويوميات ام ريانه. بحبكم في الله، تعليقاتكم الايجابيه بتشجعني كتير. كان معاكم شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.